والله يعني الرئيس محمد مرسي يعني اظن ان هو كده قدم كل ما يمكن ان يقدمه. الناس اللي موجودين في التحرير والمعارضه ما حدش يقول ان هو ده الشعب المصري، والمؤيدين ما حدش يقول ان هو ده الشعب المصري. الشعب المصري بيقول كلمته في صندوق الانتخاب، الشعب المصري بيقول كلمته في صندوق الاقتراع، الشعب المصري الجميع يدعي انه يتكلم باسم الشعب المصري الحقيقيه ووفق الحقيقه ووفقا لقواعد اللعبه الديمقراطيه. ليس من حق احد ان يتكلم باسم الشعب المصري الان دكتور محمد مرسي، لانه هو الشخص الوحيد الذي يملك الشرعيه من هذا الشعب الان. ومن يطالب باسقاط او برحيل الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي لهذه البلاد الذي جاء عبر صندوق انتخاب فهو خائن لهذا الوطن. دكتور صفوت، يريد ان يتحاور ياتي ويتحاور. نعم دكتور صفوت، حتى نتفق على المسميات. ارجو منك الانتخابات يكذب الجميع او يصب. ارجو منك دكتور صفوت يعني الا تطلق احكاما يعني تخرجنا عن السياق. انا اتكلم اللي انا عاوزه واقول اللي انا عاوزه وما يشرفنيش ان انا اتكلم معاكم اصلا. دكتور صفوت حجازي، ونحن ايضا نرفض هذه اللغة غير المهذبة. شكرا جزيلا لك. تستنكر قناة النيل هذه الطريقة غير المهذبة التي تحدث بها الدكتور صفوت حجازي الأمين العام لمجلس أمناء الثورة، ونحن من منطلق ممارستنا لمهنتنا بموضوعية نكون حريصين على عدم إطلاق أحكام على أي طرف من الأطراف في المشهد السياسي أو حتى العملية السياسية. والحقيقة أنا مش أجهزة القضاء وحدها التي تمتلك المبررات من خلال تحقيقات موضوعية وأدلة واضحة وموثقة تستطيع من خلالها إطلاق أحكام قضائية. وأما نحن فلا نعترض أبدا على حرية الرأي وحرية إبدائه في منطلق السياق الذي يحافظ على الأمن الاجتماعي والذي يحافظ على الحرية الشخصية ويحافظ أيضا على عدم الانسياق نحو السب والقذف العلني.